شفت الموزة بتعمل هزة بدوس عالجد الطقم منزل انا حسيتها الدنيا تتبرجع حبكي في حبكي عشان تتمثل خدني وديني وانا مش من شرم عشان ترازيني حبيبي اللي انت ناسيني ما تسيبني في حضنك هنا دفيني لسه الدنيا ما ضحكتليش غير من الظهر ولسه مفيش بس انا بيبي ما يسمحليش راجل الحظ وليه ما بيجيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم ابطال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. لو عايز تعرف تعمل الترند اللي انت شفته في اول فيديو ده تابع مع الفيديو الاخر. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي على افضل الصلاة والسلام، وما تنساش اللايك الجميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. خلاص مش فاضل كتير عشان نوصل 5000 مشترك قبل رمضان ان شاء الله. ويلا بينا نخش في فيديو النهارده على طول. اول حاجة نخش على الانستجرام زي كده، ادخل عندي على الانستا هتلاقيني منزل ستوري زي كده. بعد ما تدخل على الستوري زي كده هتلاقي كلام الترند، هتدوس عليه زي كده وبعد كده تدوس زرار الرابط. بعد كده يفتح لك الصفحه دي، هتدوس على فيديو كلام الترند اللي بالازرق دي، هتلاقي الفيديو حامل معاك على طول. ولو لقيت الاستوري اختفت هتلاقيها في جروب التليجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. وبعد ما احمل الفيديو زي كده ندخل على برنامج كاب كت اللي قدامكم ده، هيظهر معانا بالواجهه ده. ندوس على كلمه نيو بروجكت اللي قدامكم دي على طول ونضيف الفيديو اللي احنا لسه محملينه دلوقتي. وبعد ما ضفنا الفيديو زي كده ندوس على علامه الزائد ونضيف 6 صور لينا بالظبط. وبعد ما ضفنا الصور هندوس على اوفرلي، بعدين اد اوفرلي ونضيف الفيديو. هنضيف نص الفيديو بالظبط، يعني عند الحته دي اللي هقولها لكم في الفيديو ده على طول. وبعد كده هنكبر الفيديو على قد الصور بالظبط زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ندوس على سبليس، بعد كده نختار منها فلتر وندوس على علامة الصح وهتبقى معانا بالشكل ده. نبدأ بقى ان احنا نقص في الصور بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. هتحاول تظبطها معايا زي ما انت شايف كده. يعني الصورة الواحدة مثلا هنعملها مثلا 3 4 صور على حسب الكلام اللي احنا عايزينه يظهر على الصور بتاعتنا. مثلا انا ضايف 6 صور فانا ممكن اخلي الصورة تظهر كذا مرة. الكلام ده كله هظبطها وارجع لكم تاني على طول. بعد ما خلصنا هندوس على الفاصل اللي ما بين كل صورة وصورة ونختار بلاك فيد ونحدد الصور كلها وندوس على علامة الصح. وبعد كده ندوس على أول صورة، بعد كده نخش على انيميشن بعدين كومبو، وتبدأ ان انت تضيف الافكتات اللي هتلاقيها لايقة على الكلام اللي بيطلع في الصورة. وبس كده خلصهم وارجع لكم تاني على طول.